هكذا يعيش الشيخ محمد بن زايد أيامه الأخيرة بعد تدهور حالته الصحية. يعيش الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية حياة قائمة على خدمة الوطن والتواصل المباشر مع الشعب، مرسخا مبادئ التسامح والاستدامة مع شغف كبير بالهوايات التراثية كالصيد بالصقور والشعر النبطي وحياة البر، يجمع في نمط حياته بين الحزم العسكري والرؤية التطورية الحديثة والتواضع في لقاءاته. هذه أبرز جوانب حياته: قيادة متواصلة، يكرس وقته للتنمية الشاملة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والسلام. علاقته بالشعب، يحرص على نهج المجالس المفتوحة واللقاءات المباشرة مع المواطنين. نمط الحياة الشخصية، يتسم بالتواضع والبساطة في التعامل ويعطي أولوية كبيرة لعائلته، ويجمع نمط حياة صاحب السمو الشيخ محمد رئيس دولة الإمارات بين الالتزام العسكري الصارم والشغف العميق بالتراث الإماراتي الأصيل. وهذه أبرز ملامح حياته اليومية واهتماماته: روتين العمل والقيادة، ساعات عمل طويلة يعرف عنه الجدية التامة، حيث يقضي حوالي 18 ساعة يوميا في العمل، ولا تتجاوز أجازاته السنوية الأسبوع الواحد. القيادة الميدانية، يحرص على التواصل المباشر مع المواطنين عبر المجالس واللقاءات غير الرسمية. الخلفية العسكرية، تخرج من أكاديمية سندهيرست العسكرية. الهوايات والاهتمامات الشخصية، الصيد والصقارة، ورث عشق القنص عن والده الشيخ زايد، وأسس مدرسة متخصصة لتعليم الصقارة والفراسة للصحراء للحفاظ على هذا التراث. الشعر والأدب، يهتم بالشعر النبطي ويحرص على حضور ودعم المسابقات الشعرية والفعاليات الثقافية. الرياضة، يتابع مختلف الرياضات ويحرص على تكريم الرياضيين الإماراتيين المتميزين. الحياة الأسرية، متزوج من سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ولديهما 4 أولاد و5 بنات. ويعيش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حياة تمزج بين الالتزام الصارم بالواجبات الوطنية والارتباط العميق بالجذور التقليدية والاهتمامات الثقافية والرياضية.